بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد على قناة إسلام فرحات للمحاصيل الزراعية. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن أسعار الرز على آخر اليوم الخميس 6/7/2023. كل اللي طالبه من حضرتك الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو عشان يصل لغيرك ويستفيد بالأسعار. بالنسبة سوق الرز على آخر اليوم في نزول في الأسعار، والنزول ده يا جماعة نزول غير مبرر، يعني مفيش أي سبب موجود في السوق من أسباب النزول. أسباب النزول مثلا وجود عرض كتير عن الطلب، ولا وجود نزول الرز الأبيض أو نزول المخلفات. كل ده مفيش منه أي حاجة، لا مفيش عرض ومفيش نزول في المخلفات ومفيش نزول في الرز الأبيض. طب النزول ده سببه ايه؟ سبب واحد فقط لا غير. طبعا انا كنت شرحت لحضراتكم على القناة في 4 فيديوهات سابقين، منهم فيديو قبل العيد، ان الطلب على الرز الابيض بعد العيد هيكون طلب اسبوعي على القد، كل اسبوع باسبوع، والسوق هيشد في اول الاسبوع مع وجود الطلب، ويبدأ ايه ينزل في اخر الاسبوع مع انتهاء الطلبية اللي موجود. فطبعا انتهاء الطلب الاسبوعي في هذا الاسبوع خلاص انتهى الطلب على الرز الابيض، الطلبية اللي كانت موجودة خلصت مع نهاية الاسبوع. طيب مع بداية الاسبوع الجديد هيبقى فيه طلب جديد، طبعا هيتحكم فيه السعر ساعتها بقى حجم العرض من الرز الشعير. ده كلام من الاخر في سوق الرز من هنا لموسم الحصاد، وكل واحد يقيس على نفسه، على يقيس بدماغه، وعايز يبيع يبيع، مش عايز يبيع هو حر في بضاعته. فعشان بس ما اطولش على حضراتكم، الاسعار على اخر اليوم فيها نزول، والنزول بسبب انتهاء الطلب الاسبوعي على الرز الابيض في انتظار الطلب الجديد. بالنسبة للاسعار، اسعار الشعير الرفيع والصال للمضرب ب15,000. اسعار التنفيذ من الارض بيختلف من مكان للاخر، في من 14,600 الى 14,800، ده للرز الرفيع. بالنسبة للرز العريض وصل للمضرب ب15,800. بالنسبة لأسعار التنفيذ من 15,500 ل 15,600. دي الأسعار اللي موجودة في السوق النهاردة الخميس والجمعة على آخر اليوم. إنما أسعار الأبيض ثابتة زي ما هي، مفيش فيها نزول. 24,200 للعريض النضيف أعلى بضاعة، و 22,800 للرفيع الأبيض الرفيع أعلى بضاعة من أرض المضرب للطن. ده كان كل حاجة في فيديو آخر اليوم، في انتظار إن شاء الله الأسبوع الجاي هنشوف إيه اللي هيحصل في السوق. وطبعا تابعوني إن شاء الله يوصل لكم كل جديد، وأسعار المخلفات ثابتة زي ما هي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله.